السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وأعزائي متابعين قناة المهندس أحمد عاطف الصعيدي، أهلا ومرحبا بكم. موضوعنا يا شباب النهارده مهم جدا جدا جدا، وهو يا شباب طرمبة البنزين أو مضخة الوقود. تمام؟ بإذن الله النهارده هنتكلم بالتفصيل عن كل حاجة عن الطرمبة دي أو قلب الطرمبة ده يا شباب. هنشوف إزاي هنفحصه وهنعرف تلفه وكيفية تلفه وأعراضه. تابع معايا الفيديو شوف إيه دور وكيفية. زي ما قلت لكم يا شباب هنتكلم عن جزء مهم جدا في السياره، هي طرمبه البنزين او المضخه. المضخه يا شباب دي مسؤوله عن توصيل البنزين من التانك للمحرك. تمام؟ اي خلل فيها يا شباب بيأثر بشكل مباشر على اداء العربيه. هعرفها لك باذن الله في 4 خطوات. تمام؟ ركز معايا في الخطوه الاولى يا شباب، مهمه جدا جدا جدا. اول حاجه هنتكلم عنها في الخطوه الاولى هي وظيفه طرمبه البنزين. طرمبة البنزين يا شباب هي ببساطة جدا هي اللي بتسحب البنزين من التانك وبتطلعه لقدام للرشاشات وتوصل لوش السلندر. تمام؟ دي أول حاجة يا شباب، دي وظيفتها، بتسحب من التانك وبتطلع البنزين لقدام للرشاشات. الخطوة الثانية يا شباب هنقوله هي أعراض التلف. إزاي أنت تعرف الطرمبة دي بايظة يا شباب؟ في شوية أعراض كده لو ظهرت عندك في العربية لازم تعرف إن طرمبة البنزين هي السبب. اول حاجه فيهم يا شباب انه العربيه في الصبح ما تقدرش تشتغل، خصوصا في الصبح. تمام؟ تشتغل وبعد كده تروح مشوار وفي اقل من دقيقتين تروح مبطله منك. تمام؟ العزم يا شباب بتاع العربيه، العزمها بيضعف، ما بتبقاش العربيه تسحب معاك، بتقطع انت وماشي. تمام؟ ممكن تكتم، تبقى العربيه مكتومه، ما تزود كده مكتومه معاك. ممكن يا شباب تسمع صوت غريب من تحت الكرسي، يعني الصوت دايما بتاع الطرمبه من يكون صافي بيكون الزنه بتاعته ضعيفه او خشوله من تحت الكرسي. تمام؟ دي يا شباب. وتحس السياره يا شباب انت وتسحب بيها كده مكتومه، ما سحباش معاك. وبعد كده ممكن مش ممكن، يعني اكيد تظهر عندك لمبه التشيك انجن يا شباب، لمبه الاعطال ممكن تظهر عندك في الدبلوم. دي يا شباب لو ظهرت عندك حاجه من دولي على طول تعرف انه قلب طرمبه البنزين ده تالف يا شباب. الثالثه باذن الله هي طريقه الفحص. ازاي تفحصها؟ هي اكتر من طريقه. ممكن يا شباب في ميكانيكي او في حد بيفحصها بقياس ضغط البنزين، في جهاز كده يعني بتقاس بيه. بالك انت كصاحب عربيه وعايز تعرف انه المشكله هنا، ده صعب عليك شويه. ممكن يا شباب تفتح كونتاك العربيه وتحط ودنك على الكرسي الوراني وشوف لو بيزن كده القلب الطرمبه شغال، تسمع صوت. لو مفيش صوت اعرف انه القلب احتمال كبير ويكون فيه مشكله. تمام؟ بعد كده يا شباب هتفحص تشوف الفيوزات وتشوف الريلي. ليه كل قلب طرمبه يا شباب من دي ليه كتاوت وليه فيوز. ممكن برضو تبص تفتح الكرسي كده، وبتحصل كتير جدا، بتلاقي الفيشه بتاعت اللي هنا دي واقعه من بره. تمام؟ دي يا شباب خطوات الفحص. بقى لو عايز الخطوه الرابعه يا شباب معاني، لو عايز تصينها بقى او تفكها، لو انت اتاكدت ان الطرمبه هي التعبانه بتحل يا شباب، بتفك القلب بالكامل. تمام؟ وتشوف اول حاجه تشوف الفلتر بتاعها عليه شوائب عليه رواسب، وتشوف ممكن يكون هي شغاله بس ما سحباش. تمام؟ وبعد كده يا شباب لو انت اكتشفت ان الحاجات دي سليمه بتجيب لك قلب بتجيب لك قلب جديد، بس لازم يعني يستحسن يكون اصلي. وبعد كده يا شباب في اخر الفيديو نكون عرفنا وظيفه طرمبه البنزين واعراض تلفها وطريقه فحصها. الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن تهريب البنزين واسبابه. وبكده يا شباب يكون وصلنا لنهايه الفيديو، وقدرنا نعرف معلومات هامه جدا عن طرمبه البنزين، عن كيفيه فحصها وازاي تعرف انها تالفه ولا لا، ووظيفتها تكون شغاله ازاي. ولو انت باذن الله استفدت من الفيديو بتاعي ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك. في اخر الفيديو اقول لك شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظروني في فيديوهات قادمه باذن الله.